نرحب بكم في قناتنا. في هذا الفيديو سنتعرف على حكاية إمبراطورية تركية عظيمة، السلاجقة. سنرى كيف بدأوا من قبائل بسيطة في سهوب آسيا الوسطى وتحولوا إلى قوة عظمى في العالم الإسلامي. سنغوص في تفاصيل حياتهم، انتصاراتهم، وكيف ساهموا في نشر العلم والثقافة الإسلامية. تابعونا لتعرفوا المزيد عن واحدة من أهم الحضارات التي صنعت تاريخ العالم الإسلامي. يلا نبدأ. حكاية السلاجقة تعود إلى قبائل الأوغوز التركية التي عاشت في سهوب آسيا الوسطى. ينسب نسبهم إلى سلجوق بن دقاق الذي كان قائدا عسكريا في خدمة خانات القرخانيين قبل أن يستقل عنهم ويبدأ في بناء قوته الخاصة. السلاجقة اعتنقوا الإسلام في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي. الخطوة دي عززت مكانتهم بين القبائل التركية وبين المسلمين في المنطقة. السلاجقة دعموا العلم والعلماء وقدموا الرعاية للمدارس الدينية والمساجد، وذلك ساهم في نشر الثقافة الإسلامية في المناطق التي سيطروا عليها. طغرلبك 990-1663 يعتبر طغرلبك المؤسس الفعلي لدولة السلجوقية. في سنة 1037 تمكن من السيطرة على مدينة نيسابور في خراسان وأعلن نفسه حاكما. في سنة 1055 دخل طغرلبك بغداد وأطاح بالبويهيين الذين كانوا مسيطرين على الخلافة العباسية. الخليفة العباسي القائم بأمر الله استقبله ومنحه لقب سلطان واعترف به كحامل للخلافة. ألب أرسلان 1029 إلى العام 1077 هو ابن أخي طغرلبك وخليفته. عهده شهد ذروة التوسع السلجوقي. معركة ملاذكرد 1071 السلاجقة بقيادة ألب أرسلان انتصروا على الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع، مما فتح الطريق أمام الأتراك للسيطرة على الأناضول. بعد معركة ملاذكرد بدأ السلاجقة في إقامة إمارات مستقلة في الأناضول، مما أدى لانتشار الثقافة التركية والإسلامية في المنطقة. السلاجقة اعتمدوا على نظام إداري مركزي مستمد من التقاليد الفارسية، وده ساعدهم في إدارة المناطق الشاسعة اللي سيطروا عليها. الوزارة كان عندهم وزراء ومستشارين بيشرفوا على مختلف جوانب الحكم، زي نظام الملك اللي كان وزير مشهور في عهد ملك شاه. النظام العسكري، السلاجقة اعتمدوا على نظام الإقطاعية العسكرية، حيث يتم منح الأراضي للقادة العسكريين مقابل الخدمة العسكرية. الجيش السلجوقي كان بيتكون من فرسان محاربين من القبائل التركية، بالإضافة لوحدات تانية من الشعوب اللي سيطروا عليها.